آخر فترة انتشرت ظاهرة متلازمة جوزك اللي خذوها الأطفال فد شغلة كول وحلو، وعبالهم إذا ظهروا بهذا المرض هم فد شي. مجموعة أطفال يدعون إنهم مصابين بمرض خطير، مرض نفسي يفصلهم عن الواقع ويخليهم يتخيلون أشياء ما موجودة، يعني بين قوسين مخبل. وحاليا أطفالنا مستعملين هذه المفردات حتى يبينون إنهم وين ما تروح تلقى منشور بمتلازمة جوزكا ويدعون إنهم مصابين بيها. أنت لو تدري شنو الفرق بين متلازمة جوزكا وبين الخيال العادي كان قمت تلطم. أول شي كل إنسان له خيال، كل إنسان يتخيل ويفكر. الزعاطيط إذا تخيلوا ولو شي صغيرون أو حلموا بشي راحوا ركضوا وقالوا أنا عندي متلازمة جوزكا، يعني هيك بدون عقل. عبالهم إنه هي فد شي وكول ورائع ما يعرف شنو، يعني هم ذول الزعاطيط باختصار. خطية ذولا ما يدرون شنو حقيقة متلازمة جوزكا. متلازمة جوزكا هي مرض يفصلك عن الواقع، يمنعك إنه تلتقي بالناس الثانيين، يعني حتى تليفون ما راح تحتاج. انت صدق لو مصاب بملازمة جوزكا حتى التليفون ما تكضه لين ما راح تحتاجه، مخيلتك واسعة. متلازمة جوزكا يفصلك عن الواقع ويخليك تعيش بعالم ثاني. يعني مثلا انت قاعد تحكي شخص وللعلم يعزلك عن الناس. المهم يعني مثلا جاتك شوي شخص وفجأة تتخيل شخص ثاني وتتخيل الأجواء وهاي السوالف وتتخيل الأحداث ما صاير، تقوم ما تفرق بين الواقع والخيال. يعني نفترض أنت تخيلت بخيالك إنه رحت للسوق ورجعت، وبعدين تقعد من النوم تقول أنا البارحة رحت للسوق. هنا أنت راح عبالك إنه أنت رحت، لكن الحقيقة أنت ما رحت. يجيك واحد أنا بيا متلازمة جوزكا خبدن شب متلازمة جوزكا زعطوط، امشي رجع التليفون لأهلك. ما تفيدك هاي مواقع التواصل صدقني. وبعدين الأطفال حاليا قاموا يغزون المواقع التواصل الاجتماعي، قمت وين ما أروح أشوفهم فد إيهاع. وبعدين نرجع ونقول هذا مرض خطير لا يستهان به. يعني فجأة هسه أجيك بالشارع وأقول لك هالك مخبل، أنت هنا راح تتخبل ما تقبل تقول شنو أنا مخبل شنو، مالكم بهاي الحوسة. المهم راح تقول أنا ما مخبل وراح تضول، لكن نقول لك أنت بيك متلازمة جوزكا، أنت هنا راح تكيف عبالك قعد فد شي كول وما أدري شنو. متلازمة جوزكا مثقفين يسمونها جوزكا بس هي بالحقيقة خبل، يعني احنا هنا بالعراق عندنا خبل. بس افتهمت وسطت الفكرة. ومو بس متلازمة جوزكا، يدعون النرجسي، ما يدرون الإنسان النرجسي إنسان وقح جدا، غير مبالي، أناني، لا يهتم للناس، ممكن إنه يقتل ويغتال ويسرق على مود مصلحته الشخصية، وكذلك مرض نفسي يعني مخبل بين قوسين. عبالهم عندهم مكول من يعني يتظاهرون بهاي الأمراض النفسية. ومن تسألهم تقول لهم يا هل حل المرض مالتكم، يقول لك والله لقيت فيديو بالتيك توك وحلل المرض مالتي واني بيه فلان مرض. يقول لك انا عندي رهاب اجتماعي. ابدا روح رهاب اجتماعي، رهاب اجتماعي يعزلك حتى عن اهلك، ما يخليك تطلع تكره الناس، تتخبل منهم، تخاف، تقوم تبكي وهاي السوالف كلها. فالافضل تبعدون اطفالكم عن الجهاز لان هذا مو تطور. اوكي طبعا هذول مال الرهاب الاجتماعي راد لهم فيديو خاص وحدهم، هم وذولاك الثانيين مالت النرجسي طيب زعاطيط شو تسوي لهم. يا ابو حيدر عقربك القدر يا ابو حيدر. امشي عليكم الزهراء، امشي عليكم الحسين، امشي عليكم علي بن ابي طالب.